يا صباح الفل او مساء الفل على حسب ما بتشوفوني. اهلا بكم في قناتي، انا مرمر. ويلا بينا على الفيديو. النهارده عندنا فيديو تحفه تحفه. عايزه اقول لكم ان هو هيعجب ناس كتير جدا، عشان في ناس مستنيه تاخد الخطوه دي. ايوه، اللي هي ننزل الجيم. بصوا يا جماعه، الجيم غير ان هو بيخسس مع نظام غذائي، علشان ما نفكرش ان احنا ناكل اللي احنا عايزينه وهنروح نحرقه في الجيم. لا، احنا بنروح الجيم عشان نحرق من اللي في جسمنا احنا، مش اللي بندخله. احنا عايزين نحرق من الاساسي. الفيديو ده مجمع يومين وليل، يعني يومين ومن بالليل. آه رحت انا واختي. اول يوم كده احنا رحنا نجرب الجيم ده. آه المدربة قالت لنا لازم الاول نعمل استرتشات، زي ما شفتوا كنا بنضحك الاول، وطبعا نشيل اوزان خفيفة علشان ما يحصل لناش اصابة. بلس ان انا كنت متصابة قبل كده في جيم. الناس القديمة معايا عارفة الكلام ده. ف قلت لا، انا هنا سايبالكوا صوت الجيم والجو بتاعه عشان تسمعوا. فابتديت كده باوزان خفيفة زي ما انتم شايفين، حوالي 10 كيلو. حاجات بسيطة جدا بنبتدي نسخن بيها. اللي هي على الأجهزة. بس في الأول عملت يعني شوية استرتشات حلوين كده، وابتدينا نقعد على كل جهاز شوية علشان عضلاتنا يعني تكون لينت كده بمعنى أصح. وقعدت أتمرن. بصوا هنا أختي كان، بصوا، أنا وهي رايحين الجيم، كل واحد ليه هدف غير التاني عشان نبقى فاهمين بس. لأن زي ما انتوا شايفينها هي كتكوتة وصغنونة ازاي. هنا كده بعد اكتر من ساعة ونص في الجيم، كنا نازلين على السلم، طبعا الدنيا كانت ضلمة. خلاص البطانية اهي سايباها تتصفى هنا. بصوا شايفين بتلمع ازاي وبتبرق؟ شايفين؟ سايباها بتتصفى خالص هنا كده اهو. وكمان هنا انا قعدت المخدة اهي. بحب انقعها قوي باريال بالكلوروكس الجل ده، بينضف بعمق لدرجة انه ممكن يقطع الهدوم اهو. بصوا، عايزه اقول لكم لسه مقطع لي المخده اهي، بس هي اصلا دابت يعني خلاص. في طبقه صفراء اهي من هنا تحت المخده كلها، تحت الكيس نفسه، والفايبر ابيض اهو. هي اصلا كلها نضيفه ما فيهاش اي حاجه، انا بس بنقعها كنوع من انواع التعقيم وعشان تنفش تاني. انا اصلا هجيب واحده غيرها بس. كل 3 شهور بعمل كده في المخده. عايزه اقول لكم يعني بقالها سنين عايشه زي الفل الحمد لله. بس هي اصلا يعني مدة الضمان بتاعها 10 سنين، وهي قربت عليهم. بس هسيبها كده تتنقع ليلة كاملة علشان تتعقم وتاخد نفسها وتاخد راحتها وتنفش براحتها وكله براحتها. نفسي حد يعملني زي المخدة دي، نفسي زي ما انا بعملها اهو. هنا كده مليت البانيو وحطيت اريال وحطيت صابون، وهبتدي اعوم الدنيا. بصوا منظر الرغاوي ده يا جماعة بيريح النفسية. لازم تلاقي الدنيا كده عشان تحس الدنيا نتفت كده وظبطتي الدنيا. انا واخداها مسح وبصوا وفحت وردم. ما طولتش معاكم في الجيم علشان خاطر يعني المكان ما عجبنيش ورايح مكان تاني. هوريهولكوا برضو. المفروض يعني على السمع ان هو احسن وافضل. طبعا هنا احنا بنغسل اللحاف والبطاطين بالطريقه بتاعتنا المعتاده اللي انا قايله لكم عليها، وبنعملها على طول، اللي هو صابون واريال. صابون سايل تكون ريحته حلوه، واريال، ونبتدي نغسل. دي احسن حاجه بتنضف، احسن ما توديها اي مغاسل. في مغاسل بتغسل البطاطين في الارض، وانا مستحيل اقبل بحاجه زي كده. المغسله اللي هتضمني ان هي بتغسل في غسالات وديها. في غسالات في دراي كلين كبيره كده بتشيل لحد 10 و15 كيلو.
فغير كده ما تقبليش ان بيقفوا برجليهم وعلى الارض وما تعرفيش ايه اللي مغسول قبل اللحاف بتاعك او البطانيه بتاعتك على الارض. بلاش استسهال يا جماعه، الحاجات دي مش تاخد مننا وقت ولا مجهود. الناس بتستسلم لمكانها ضيق، ما عندهاش بانيو، ما عندهاش وقت خالص خالص، واحده لسه والده معاها بيبي صغير مش تقدر تسيبه. كل ده بتبقى استثناءات، وبرضو توديها في مكان بيغسل في غسالات، يا اما كده يا اما يعني ما تغسليش. المفروض اني برجع باكل بعد ساعتين للي عايز يخس. اللي عايز يتخن بيرجع من الجيم ياكل على طول. ده الاكل بتاعي، كان سلطه وبطاطس مسلوقه وبيضتين مسلوقين. كنت انا واختي، وكان في جبنه قريش وخيار وكل الكلام ده. طبعا ما اكلتش كل الكميه دي، ما قدرتش اكلها لاني بعد ساعتين الجوع بيبقى راح. انزله لكم الشغل النضيف ده. طبعا اختي اصرت تشجعني واصرت ان انا انزل لكم ضوافرها علشان تشوفوا الشغل بتاعي. مع الاسف يعني انا كنت مصوراها بالطول، فكنتش مجهزه ان انا اوريكم بصراحه. في ايه رايكم في هنا كده بمسح الصاله وسايبه الدنيا تنشف، لاني لما بمسح الصاله بصراحه نفسيتي بتتغير. كمان هنا نفضت الحيطان كلها والبانوهات دي عشان بتلم تراب، عشان الشباك مفتوح على طول. وظبطت الستاير كده، لسه مش هشيل الستاير دلوقتي، يعني انا لسه فرشاها من ساعه العيد، يعني ما بقالناش شهر، ده لسه 12/5 هيبقى بقالنا شهر بس. دي كده اخر بطانيه هتتغسل اهي، من اللي انا استخدمتهم طول الفصل بتاع الشتاء اهي. هغسلها وهنقعها وبعدين احطها في الدوني. بصوا انا جايه ارص الهدوم في الدولاب، وجيت عند الضرفه الهدوم اللي انا طبقتها يعني، وجيت عند الضرفه اللي هحط فيها الفوط ولقيتها بالمنظر ده. انا قعدت افتكر هو ايه اللي عملها بالمنظر ده شويه. افتكرت ان من يومين، عشان انا من يومين ما فتحتش الضرفه دي، وانا بجيب حاجه كله وقع، حتى الملايات برضو متبهدله نص بهديله كده، فدي مش من العاده. فانا قلت ان انا يعني اخدت قرار اني كل ما اجي اطبق غسيل، اني كل يوم لما اجي معلش كان الجامع بيقول خبر وفاة حد يعني الله يرحمه. ان انا اخدت قرار، كنت بقول لكم ان انا اخدت قرار اني كل ما اجي ارص هدوم والاقي ضرفه متنعكشه هرتبها. فانا هرتبها سريعا كده مع نفسي واقول لكم انا عملت فيها ايه. الضرفه دي فيها الفوط والبشاكير والبياضات اهي على جنب، بس برضو متبهدله لما وقعت، فهرتبها بسرعه وهرجع لكم. تعالوا بقى شوفوا النتيجه النهائيه. شوفوا الحلاوه يا جماعه. طلعت طبعا الحاجات اللي انا مش محتاجاها، وعملت 3 صفوف كده، صف ورا اهو، وصف هنا وصف هنا، والجزء الجديد فوق من ملايات وبشاكير، وطبقت الملايات وطلعت كل اللي انا مش محتاجاه ومش هحتاجه، ورصيت كمان الجديد وخليته كده. طبعا الاضاءة مش احسن حاجة اهو، يمكن كده احسن شوية، بس في بقى شوية يعني لسه بغسلهم عشان لقيت فيهم بقع طلعتهم يعني، وفي شوية كده مش عايزاهم هوزعهم برضو. انا دايما كده بحب من فترة للتانية اعمل زي ترتيب كده للدولاب واطلع اللي انا مش محتاجاه. وزي ما اتفقت معاكم اني انا هعمل لما كل ما اجي اطبق غسيل، لو لقيت ضرفة مش يعني معدولة او متبهدلة هعملها على طول بس كده. بعد ما نقعت البطانية في الدوني وغسلتها مرتين في مية بس، نشرتها. بصوا يا جماعة انا بعشق اني انا انشر الحاجة في الشمس،
النهارده تاني يوم. انا حبيت بس اوريه لكم لان انا بحب استفاد بالشمس قوي في البطاطين، لان الشمس بتيجي على البلكونه عندي الصبح بدري واخر النهار، فتعتبر بتيجي عليها مرتين، فبحس الشمس بتعقم وبتطهر الحاجه بطريقه فظيعه. بصوا شايفين المنظر تحفه تحفه تحفه، وعاملاه على 3 حبال كده ولا 4 عشان الهواء يدخل فيها من جوه. شايفين؟ عايزه اقول لكم ريحه الحاجه اللي بتبقى بايته في الشمس ريحتها تحفه تحفه، وعمر ما الحاجه تكمكم منك ولا تعمل ريحه ولا كل القرف ده. بجد جربوا الطريقه دي. انا عارفه ان كلكم بيحب ان يغسل وبينشر وبيهوي في الشمس، بس صدقوني انك تغسلي وهي مبلوله وتسيبيها في الشمس كده وبعد الدوني والحاجات دي بتبقى تحفه. انا عايزه اقول لكم انا واقفه وكل ما الهوا بيحركها ريحتها خطيره بجد. كمان كان عندي شويه الطماطم دول لقيتهم خضر كده مش هينفعوا، فقلت ان انا ايه اسبكهم وبعملهم بالطريقه اللي احنا بنفرز بيها، واحط كمان فيها شريحه بنجر ورشه سكر، وهضربهم بالخلاط وهحطهم في الفريزر واستخدمهم على طول. بيدوكي طبعا بيفرقوا معاكي في الوقت وفي السرعه وفي المجهود، وكمان بيفرقوا معاكي في اللون ان الحاجه بتبقى حمرا قوي. وجبت ملوخيه كده من امبارح، قرطفتها امبارح وغسلتها ولفتها في الفوطه اهي. عايزه اقول لكم لسه مطلعاها من التلاجة دلوقتي، لفتها في فوطه قطن كده، اهم حاجه تكون بتشرب الميه. بصوا شايفين مش معجونه ولا عامله ميه ولا فيها اي حاجه اهي. هسيبها تتهوى بس 5 دقايق وهخرطها وهفرزها واوريكم بفرزها ازاي. معلش ما عملتش معاكم الطريقه بتاعه الملوخيه، هحطها لكم في فيديو تاني عشان بس اليوم ده تعبت وفرزتها، وكمان يعني انا ما صورتش فما تزعلوش بقى. وكمان هنا الجو كان تراب قوي النهارده، فلما جيت رحت مسحت زي ما وريتكم هنا كده ريسبشن، والجزء ده هو باقي الصاله نظيف جدا وممسوح، بس الفكره الدنيا لما بتطرب انا بتخنق وريحه التراب بشمها بطريقه فظيعه. فعايزه اقول لكم ان الطريقه دي حلوه جدا. انا يوم ويوم بعملها، بجيب الشرشوبه والجردل زي ما وريتكم وبحط المعطر وميه نظيفه وتكون سخنه، وبلمع كل ده وبطهره وبعقمه وبخليه يعني بصوا اوعى اهو. عايزه اقول لكم لما جيت عملت حاجات كتيره جدا النهارده. الجيم بيدي باور وطاقه حلوين قوي يا جماعه، واي حد عايز يخرج طاقته يروح الجيم. الجيم حياه جديده وروح جديده. لو حابين ان انا اشارككم ايام من الجيم عرفوني وانا هعمل معاكم كده، بس اهم حاجه انتوا نايمين في التفاعل خالص، مش بتدوسوا ولا لايكات ولا كومنتات وكده، مش هينفع، لازم تدوسوا لايكات وكومنتات. وهنهي معاكم الفيديو لحد هنا علشان انا بجد يعني هلكت النهارده وخلصت طاقتي كلها في الجيم ورجعت زي ما وريتكم عملت كذا حاجه. فيا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجه واحده بسيطه وتشجعتوا، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه. طبعا الفيديو مش بتاع يوم واحد بس، ده بتاع يومين زي ما قلت لكم في الاول. وهنا كده كنت خلاص شطبت اصلا، يعني اللي انا عملته في الصاله ده قدامكم بعد المسح بيوم او يوم ونص، فده ضروري، الحاجات دي ضروريه جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، واشوفكم في فيديو جديد وفيديوهات كتير. باي باي.